عمرك سألت نفسك ليه في محلات في خان الخليلي عمر أبوابها ما اتفتحتش من سنين؟ وليه في تجار كبار بمجرد ما الليل يدخل يغيروا طريقهم وما يرضوش يعدوا من جنب مخزن معين؟ النهاردة أنا جايب لك سر الخزانة الملعونة، الخزانة اللي كانت مخبية جواها حاجة ما كانش المفروض عين بشرية تشوفها. استعد، عشان اللي هنحكيه النهاردة مش مجرد قصة رعب، ده كابوس عاش واحد مننا. الحكاية بدأت مع الحاج رجب، واحد من أقدم تجار خان الخليلي. راجل شاف كتير وعرف كتير، وجمع من التحف والقطع القديمة حاجات تخلي أي واحد يعشق المكان ده. لكن في ليلة شتوية تقيلة والبرد فيها كان داخل في العظم، حصلت حاجة قلبت حياته كلها. قبل ما الحاج رجب يقفل محله لمح شاب غريب واقف قدام الباب، ملامحه باهتة، هدومه قديمة، وشايل صندوق خشب صغير ملفوف بقماش اسود محترق. الشاب ما كانش بيتكلم كتير، دخل حط الصندوق على الترابيزة وبص للحاج رجب بنظرة خلته يتجمد مكانه، وقال له جملة واحدة بس، جملة من بعدها المكان كله اتغير. الأمانة رجعت لصاحبها. الحاج رجب حاول يوقفه، يسأله يعرف هو مين أو الأمانة دي تخص مين، لكن الشاب خرج واختفى في الزحمة كأنه ما كانش موجود أصلاً. في الأول الحاج رجب افتكرها مجرد قطعة أثرية نادرة وقال يسيبها لبكرة. شال الصندوق وحطه جوه المخزن اللي ورا المحل وقفل عليه ومشي. لكن من الليلة دي بدأ الرعب. تاني يوم أول ما العمال دخلوا قالوا إنهم سمعوا صوت خبط جاي من جوه المخزن، خبط منتظم بطيء كأن في حد محبوس جوه وبيخبط من الناحية التانية. الحاج رجب اتعصب وقال أكيد فيران أو خشب قديم بيتهز. لكن الليلة اللي بعدها الصوت رجع تاني أقوى. الموضوع موقفش عند الخبط وبس، ريحة بخور تقيلة ونفاذة كانت بتملى المكان فجأة، مع إن محدش ولع حاجة. مرة الريحة تظهر ومرة تختفي، والعمال واحد ورا التاني بدأوا يرفضوا يباتوا في المحل أو حتى يدخلوا المخزن لوحدهم. وفي يوم الفضول غلب الحاج رجب، قفل الباب على نفسه ودخل المخزن وقرب من الصندوق. القماش الأسود كان تقيل وبارد بشكل غريب. أول ما شاله حس إن إيده اتسقعت. فتح الصندوق ببطء وكانت الصدمة، جواه كانت فيه مراية، لكن مش أي مراية، مراية قديمة بروازها معمول من مادة شبه العظم وعليها رموز وحفر غريبة بلغة الحاج رجب عمره ما شافها قبل كده. المراية نفسها كانت باينة معتمة كأنها مش بتعكس بشكل طبيعي. في الأول الحاج رجب ما شافش غير وشه، لكن بعد لحظات الصورة بدأت تتغير. ما بقاش شايف نفسه جوه المخزن، بقى شايف شوارع خان الخليلي، بس مش زي دلوقتي، زي زمان. ناس لابسة هدوم قديمة ماشية ببطء، والمرعب إن كلهم من غير ملامح، لا عيون لا مناخير لا بق، مجرد وجوه مطموسة. الحاج رجب رجع لورا مرعوب، لكن المراية ما وقفتش. كل مرة كان يبص فيها كان يشوف نفس الناس ونفس الشوارع، وأحيانا كان بيحس إن واحد من الأشكال دي واقف ثابت وبيبصله هو بالذات. بعد أيام قليلة الحاج رجب بدأ يحس إن المراية مش بس بتوريه مشاهد، دي كانت بتسحب منه حاجة. كان يصحى تعبان، وشه شاحب ونفسه مقطوع كأنه طول الليل كان في مكان تاني. والأسوأ من ده كله إن صورته في المراية بدأت تتغير، ملامحه بقت تبهت، وشه بقى باين كأنه بيتسحب بالتدريج لحد ما يبقى شبه الناس اللي جواها. ومن ساعتها الهمس بدأ.
في الأول كان خافت جدا، كأنه جاي من آخر المخزن. بعدين بقى أوضح وأقرب، لحد ما بقى الحاج رجب يسمعه وهو واقف جنب المراية مباشرة. صوت واطي وبارد بيناديه باسمه وبيقول له: اكسرها، حرر الحارس. الحاج رجب بقى خايف يقرب من المخزن، لكنه في نفس الوقت ما قدرش يسيب المراية، كأنها كانت شداه. لدرجة إنه في مرة واحد من العمال قال إنه شاف الحاج رجب واقف لوحده بالليل قدام المراية وبيكلمها. هنا الحاج رجب فهم إن الموضوع خرج عن السيطرة. راح لشيخ كبير في السن، كان معروف إنه فاهم في الحاجات القديمة والرموز الغريبة. أول ما شاف الرموز المرسومة على المراية وشه اتغير، وقال للحاج رجب إن الصندوق ده ما كانش صندوق عادي، ده سجن معمول عشان يحبس كيان قديم، كيان كان لازم يفضل مستخبي بعيد عن عين أي إنسان. الشيخ قال إن المراية دي مش بتعكس اللي قدامها، دي بتفتح باب، واللي جوه الباب ده عمره ما كان المفروض يخرج. في نفس الليلة راحوا هما الاتنين للمخزن. الشيخ بدأ يقرأ والحاج رجب واقف بيرتعش، وكل ما الكلام يعلى الخبط من جوه المخزن كان بيعلى والهمس كان بيزيد، وفي لحظة المراية نفسها بدأت تهتز. الشيخ أمر الحاج رجب إنه ما يبصش فيها مهما حصل، وبعد ساعات من الرعب قرروا يقفلوا المخزن تماما ويتشمع بالشمع الأحمر ومحدش يدخله تاني. ومن يومها الحاج رجب ساب التجارة وساب المحل واختفى. وفي ناس قالت إنه مات بعد فترة قصيرة، وفي ناس قالت إنه ساب القاهرة كلها ومرجعش. لكن المؤكد إن المحل لسه موجود لحد النهاردة في زقاق ضيق في خان الخليلي، وبابه مقفول ومغبر ومحدش بيجرؤ يقرب منه. والأغرب إن بعض التجار بيحلفوا إنهم ساعات بعد نص الليل بيسمعوا صوت خبط جاي من جوه المكان، ومعاه همس بينادي كل واحد باسمه. لحد النهاردة باب المحل ده لسه مقفول، وكل اللي حاول يقرب منه زيادة رجع وهو مش طبيعي. والسؤال ليكم بقى يا جيش الإمبراطور، لو كنت مكان الحاج رجب ولقيت قدامك قطعة أثرية غامضة زي دي، فضولك كان هيغلبك وتفتحها، ولا كنت هتقفل عليها وتنسى إنك شفتها أصلاً؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولو عايز الجزء التاني قول كمل. ادعموا القناة